احنا نادي غني عندنا موارد، احنا نادي غني عندنا موارد، احنا نادي غني عندنا موارد. مفيش فلوس حلاوه، مفيش فلوس حلولي. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ شهر يناير مش عايز يخلص، مكمل معانا لاخر لحظه، وازمه قيد في نادي الزمالك الثالثه اخر 4 فترات قيد، ورحيل امام عاشور رسميا عن نادي الزمالك دون تعويضه باي بديل حقيقي حتى الان، وعوده جوزفالدو فيريرا لتدريب نادي الزمالك. احداث كتير جدا هنتكلم مع بعض النهارده في اللي فهمناه من الاحداث دي من واقع اللي احنا قريناه من الصحف والاخبار. بس قبل ما نتكلم في اي حاجه اعمل لايك عشان فعلا بيساعد، واشترك معانا في القناه عشان برضو ده كمان بيساعد. نبدا بعوده فيريرا لنادي الزمالك، وانا كراجل زملكاوي كنت عاوز فيريرا يكمل. ليه؟ بص يا معلم، لكذا سبب. مبدئيا جوده فيريرا او الكواليتي بتاعته هو اعلى من كل الموجودين في الدوري المصري. ممكن بقى تتكلم على مارسيل كولر او لا، لكن فيريرا بتاريخه هو افضل مدرب موجود في الدوري المصري حاليا، واخر 5 سنين كمان. كانجازات هو راجل عامل انجازات مع النادي، وانا اشهد له بده. ده راجل عمل من الخرا كزبره السنه اللي فاتت، ما احنا شايفين. كمان المدرب ما بيتاخدش 3 4 ماتشات كده تقول خلاص ده فقد ذاكرته. لا يا جماعه، احنا يورجن كلوب مع ليفربول وقع بيهم سنه تحت الارض وصعدوا دوري ابطال بجون الحارس بتاعهم اليسون، وزي ما انتم شايفين دلوقتي ليفربول بتعاني يعني. ولسه الناس واثقه في كلوب ومكمله، لان عارفين مش دايما انت اللي هتكسب، مش دايما هتكون احسن واحد. لا، هي الكوره مكسب وخساره. اعمل اللي عليك كمدرب واحنا هنبقى واثقين فيك. لكن هي بقى الفكره عندنا هنا مرتبطه شويه بحته المكسب، وما دام هيمشي وهيرجع انت ليه تمشيه من الاول؟ يعني هو انت ما دام انت عارف ان الصح ان هو يكمل اذا كان انت مرجعه فنيا، فانت ليه تلف حوالين نفسك بقى ومن كده؟ مش فاهم ما اسلك يا معلم. ما هو ملهاش غير سببين، يا اما انت بتقرص ودنه مثلا عشان الاداء ما عجبكش الفتره اللي فاتت وهو بيعند والكلام ده، وطبعا انت كده بتعامل ابنك، انت بتربيه، والراجل شهرته جدي، فانا ما اظنش ان الحوار ده هيظبط معاه الصراحه. ولا عشان الفلوس بقى بتاعت الشرط الجزائي، وده اللي في الاغلب حقيقي، لان اللي احنا عارفينه واللي احنا اتكلمنا فيه واللي الناس اتكلمت فيه ان انت ماشي فيريرا عشان الاداء ما عجبكش خلاص ورجعته تاني. اتكلمت معاه كمستشار فني عشان ما يبقاش فكره فسخ تعاقد، لا انت عايز تمشي الناس اللي معاه وتسيبه هو عشان ما ياخدش الشرط الجزائي بتاعه اللي هو حوالي 500,000 دولار، وهو ليه عندك 300,000، فبتتكلم في 800,000 هو عايزهم كاش. وامير مرتضى منصور اتكلم مع فيريرا اكتر من مره ان هو يا جدول المستحقات دي يا يخليها واحده واحده كده بالراحه، لكن فيريرا صمم ان هو ياخد الفلوس كاش. يعني الغطاسه بتاعت امك دي، الغلطانه اللي انت فيها. فانت المدرب اللي راجع لك على راس الاداره الفنيه تخليص حق، مش جاي عشان يفيدك فنيا، او مش ده الهدف الاساسي اللي هو جاي عشانه. انا مش فاهم ليه تلعب في استقرار فرقه عشان بجد 6 ماتشات ده في الاول وفي الاخر. تاني حاجه، ازاي تمشي المدرب وترجعه تاني عشان خاطر فلوس؟ ما انت لو مش واخد، ازاي خدت القرار انك تمشيه اصلا وانت معكش فلوسه؟ يعني انت ازاي خدت القرار انك هتمشي مدير فني والعقد بتاعه مكتوب فيه شرط جزائي؟ روح قول له الله يسهل، وروح قول له بس ربنا يسهل. وخلينا عارفين يا جماعه ان الوضع ده هيعمل مشاكل في جوه النادي. كده كده المشكله كانت جوه نادي الزمالك في الفتره اللي قبل ما فيريرا يمشي، ان كان في شلل جوه النادي وفيريرا ما عرفش يفكها، ودي اللي خلت الفرقه تفك اساسا خالص. فالموضوع ده هيقلب بتفكك في الفرقه، واوضه اللبس هتسيح سيحان يا جماعه. يعني انت عندك احمد فتوح كان حاسس ان هو بيخوض معركه ضد اداره نادي الزمالك لعوده فيريرا، وهو يحس ان هو انتصر في هذه المعركه. وفي كذا لعيب تاني بقى من اللعيبه اللي كانت عايزه فيريرا او اتضايقت او عملت، برضه هتحس انها انتصرت على الاداره. وده يا جماعه على الرغم من عدم اتفاقي عليهم، لكن انا ما بحبش ان اداره نادي الزمالك بتاعتي تبان ضعيفه، تبان اداره ظروف يا جماعه، اداره ملهاش رؤيه. خليكم عارفين وواثقين ان فيريرا ماشي تاني، يعني فيريرا كده كده مش مكمل مع نادي الزمالك. نخش بقى في ازمه جديده من ازمات نادي الزمالك تاني يا زكي، وهي ازمه القيد في صفقات يناير، الصفقات الشتويه اللي تمت الفتره اللي فاتت دي. طلع الاتحاد المصري لكره القدم اعلن ان هو مش هيسمح بضم ال3 صفقات بتوع نادي الزمالك بسبب عدم جدوله المستحقات في بيان رسمي. خلينا بس عارفين ان زي ما قلنا في الاول ان دي ازمه القيد الثالثه لنادي الزمالك في خلال 4 فترات قيد. يعني في خلال 2 سنين اتفتح القيد 4 مرات، انت ما سجلتش فيهم لعيبه 3 مرات، ولغايه دلوقتي لعيبه نادي الزمالك ما اتسجلت لحد وقت ما انا بسجل الحلقه دلوقتي تقريبا الساعه 9:30. فانت لو سالتني ده اسمه ايه، انا مش هبقى بجامل او مش بجامل، لا ما فيهاش مجامله، مش هبقى باجي على حد او بظلم حد لو قلت لك ان ده اسمه سوء اداره، وده اللي احنا بنتكلم فيه. ما شاء الله احنا عملنا البرنامج ده تفهمش اداره الزمالك حصل لها ايه. في وجهتين نظر في ازمه القيد بتاعت نادي الزمالك، واحده طالعه من نادي الزمالك، وطبعا اي حاجه طالعه من نادي الزمالك بتبقى طالعه عن طريق سياده المستشار مرتضى منصور. قال فيها يا جماعه ان احنا رحنا اتحاد الكوره وكان معانا شيكات، وسال اللي قاعدين معاه يا جماعه هو انا هروح ادفع الفلوس ازاي؟ قالوا له بشيكات، قال لهم رفضوا الشيكات. وقال ان كان في كذا حد جوه اتحاد الكوره كان موافق، لكن احنا كلمنا حازم امام ما ردش. بعدها بساعه طلع الكلام ان احنا كلمنا حازم امام ورفض تماما، كل اعضاء اتحاد الكوره وافقوا يعني الا حازم امام رفض. انا هعلق بس مش دلوقتي. في وجهه نظر تانية طالعه من ايه؟ من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره طلع بيان قال فيه ان هو سمح بالقيد لكل الفرق اللي جدولت مستحقاتها، وحط 20,000 كلمه تحت كلمه جدولت، هي ما قالش ان كل الناس اللي سددت. تاني حاجه ان هم بعتوا لنادي الزمالك ان هم يجوا يجدولوا الصفقات، لكن نادي الزمالك ما عملش كده، وكاتبين في البيان سواء الجدوله دي بشيكات او كاش. مش عارف كاش ازاي بصراحه. اول
تعقيب ليا على الجزئيه بتاعت ان مستشار مرتضى منصور قال ان احنا كلمنا حازم امام عشان يوافق انه يسجل الصفقات، والجزء الثاني بيقول ان يعني حازم امام رفض تماما. انا عايز افهم هو ايه دور حازم امام؟ وانا رايحين ورشه فبنكلم صاحبها عشان يوافق او يرفض؟ ده اتحاد كوره واظن اللي انا اعرفه يعني، وانا عارف ان ده مش موجود، ان في سيستم، يعني سيستم انت بتعمل من خلاله قبل ما يحصل العطل. انت عارف ان هيحصل عطل لان ده نظام، يعني انت شغال. مش عارف اقول لك ايه. تاني حاجه بقى، خلونا عارفين يا جماعه ان نادي الزمالك كان عليه فلوس وكان مسجل الصفقات، يعني جايب الصفقات متاخر وراح اتحاد الكوره متاخر. فانا مش فاهم. ومشاكل مرتضى منصور، بصوا يعني هو الفكره كلها فين؟ ان جاني في مشاكل مع مرتضى منصور، مع اتحاد الكوره ومع اعضاء في الاعلام ومع حكام ومع لجنه الانضباط ومع كل الناس. يعني مرتضى منصور بقاله اسبوع يا جماعه بيشتم في الناس كلها، بيشتم في اتحاد الكوره كله. فانت لما تروح يا سياده المستشار عشان تسجل صفقاتك، سواء بقى ده من حقهم او مش من حقهم، سواء كان في تعنت او ما فيش تعنت، ممكن ما يرخموا عليك يعني جامد. انا بقول يرخموا يعني يغتتوا عليك وما يسجلوش الصفقات. وفجاه لقينا الزمالك اتحط في ازمه. يعني انت علاقتك مش كويسه مع الناس، فانت لا انت اداريا ماشي بنظام، وفي نفس الوقت ولا علاقتك حلوه مع الناس عشان تمشيها بالفهلوه، فهي لا جايه كده ولا جايه كده. والزمالك يا جماعه خلينا عارفين ان هو مش طرف. يعني انا متضايق، واكتر حاجه مضايقاني ان المشاكل دي كلها والصراعات والشتايم والتطاولات اللي بتحصل سواء بقى من هنا او من هنا، هي منبعها او منشأها نقاشات تتم داخل قناه نادي الزمالك. القناه دي لو قناه شخصيه بتناقش حضرتك ومشاكل حضرتك، ما عنديش مشكله، انا مالي، ده شخصك. لكن القناه تحمل اسم نادي الزمالك. يعني انت جنب اللوجو يمين فوق كده بتلاقي شعار نادي الزمالك، وللاسف بقى الشاشه دي بتعرض حاجات مالهاش دعوه خالص بنادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي بيدفع الثمن. خلينا عارفين ان مهما شفنا يا جماعه في الايام السوداء اللي احنا فيها دي، ان اسم نادي الزمالك اكبر من كده، وان الكره المصريه بتاعتنا تستاهل اكتر من كده، وان احنا المفروض ما يبقاش عندنا كل الهبل ده. انا كده خلصت كلامي. كان معاكم عمرو شلبي. ما تنساش تعمل الشير واللايك والسبسكرايب عشان فعلا الحاجات دي بتساعد. وسلام عليكم. قال لك بنعمل سيستم في النادي عشان ايه؟ النادي يبقى ماشي بسيستم. حصل، ما هم رستروا قدامنا، يعني هو ترستر النهارده.